جواز صالونات ولا جواز مصونات؟ هو انا من رايي ان هو اسمه جواز مصونات، بس نصيحه بس صغيره كده للاب لما يجي مثلا واحد طالب ايد بنتك، ما تعجزوش في الطلبات، خف عليه شويه. الدنيا معاش مستحمله. لو شفت ان اخلاقه كويسه سهل له الموضوع، ما تصعبش الموضوع عليه قوي. ما تطلبش منه طلبات تقسم ظهره. مش لازم 2 كيلو دهب او شقه مش عارف بالشيء الفلاني، وايه الطلبات الغريبه اللي انتوا تطلبوها الايام دي. مش عارف، الشبكه والحاجات دي اصلا هديه العريس للعروسه، يجيبها زي ما هو عاوز، ما تتكلمش اصلا في الحاجات دي. او لو جه الصلاحيه وحب ان هو يبيع الدهب بتاعه، انت هتقدر تقول له لا ولا هتقدر تمنعه؟ لا طبعا. الصحابه والتابعين كانوا بيزوجوا بناتهم للي حافظ القران اكتر، مش اللي جيبه مليان اكتر. والله انت لو جوزت بنتك لواحد جيبه مليان فلوس، هتلاقي قلبه فاضي من الحنان، هتلاقي مفيش اخلاق، في فلوس بس مفيش اخلاق. وانت يا ابني قبل ما تيجي دور على البيت اللي انت هتخشه. مش لازم ان البنت يكون شكلها حلو او لبسها حلو، الحاجات دي والله زايله. اللي هيفضل معاك هي الاخلاق وبس. لو اتجوزت واحده علشان خاطر وشها حلو او شكلها حلو، هتلاقيها فاضية من جوه، هباء من جوه. لما يحب جوزك ممكن يكون قاسي عليك في بعض الأوقات، وعنده الغيرة شديدة قوي على لبسك الملفت أو التصرفات اللي أنت بتعمليها، بس ده حب وخوف مش شك أبدا. أو ممكن تظن إن هو بيستقوى عليك، ممكن تحس بخنقة، أو ممكن تحس إنه أناني في بعض الأحيان، وإن الغيرة بتاعته مبالغ فيها شوية. بس والله هو ده الحب الحقيقي من قلب راجل حقيقي في زمن قل فيه الرجال. عشان كده اوعي تعندي معاه وتخسريه بعنادك. لو خسرتيه ممكن تندمي، بس هتندمي في وقت مش هينفع فيه الندم. قصة صغيرة كده علشان نشوف ازاي الناس كانت بتختار الزوج والزوجة. في مرة من المرات شاب ماشي واشتد به الجوع جدا، فانتهى به الحال عند بستان، والبستان ده تدلت منه كده تفاحة. فبعد ما اكلها زي ما يكون كده نفسه كلمته، ما كانش ينفع يعمل كده. فاستنى الراجل صاحب البستان قدام البستان بتاعه لحد ما شافه وهو خارج، جري عليه وحكى له اللي حصل. كنت جعان جدا وما قدرتش ان انا استنى الجوع فخدت تفاحه، انت مسامحني؟ الراجل بص له باستغراب كده وقام قايل له لا، مش مسامحه. الشاب ده قعد يستنى الراجل لحد ما خرج لصلاه العصر، جري عليه وقال له يا عماه، اسالك بالله ان تسامحني، كنت جعان. قال له لن اسامحك. وبعد كده جاله مره ثالثه وقال له استحلفك بالله ان تسامحك. فالراجل لما شاف اصراره قال له لن اسامحك الا بشرط واحد، شرط واحد بس اللي اسامحك عشانه. الشاب جري بسرعه وقال له ايه هو الشرط؟ قال له ان تتزوج ابنتي. قال له موافق. قال له اصبر، ولك ان تعلم ان ابنتي صماء وبكماء وعمياء. يا الله، صمة وبكمة وعمية وعرجة، لا بتتكلم ولا بتسمع ولا بتشوف ولا بتمشي. فالشاب حدثته نفسه ان هو يتجوزها ويصبر عليها وله الاجر يوم القيامة، وفي المقابل الراجل يسامحه على التفاحة اللي اكلها من عنده. قال له هيبقى كان كتابك بعد المغرب. فراح له، كتبوا الكتاب ودخل على زوجته. واول ما فتح الباب ودخل على زوجته جرت عليه. قال له مش كانت عارجه من شويه؟ وبيشيل الغطاء من على وجهها فوجدها اجمل من القمر في سماء. فاستغرب الشاب وشافت هي علامات الدهشه في وشه، فقالت له ماذا بك؟ قال له ده طلعت بتتكلم، يعني بتتكلم وبتشوف وبتمشي وبتسمع. فما قال لها لقد قال لي والدي كذا وامحى كده اللي حصل. فابتسمت وقالت له والله لقد صدقك ابي، ابويا ما يضحكش عليك. فانا صماء فلا اسمع الا ما يرضي ربي، وبكماء فلا اتكلم الا لما يرضي ربي، وعمياء فلا انظر الا لما يرضي ربي، وعرجاء فلا امشي الا لما يرضي ربي. وكان ابي منذ فتره يبحث لي عن زوج يخاف الله، فلما راك تخاف الله في تفاحه اكلتها علم انك ستخاف الله فيه. بعد فتره انجبوا مين؟ الامام ابي حنيفه النعمان. هي دي معايير اختيار الزوج والزوجه اللي كانت موجوده في الاسلام، ان قلبه مليان خوف من ربنا، مش جيبه مليان بالفلوس.